السلام عليكم. بعد وحدة من سوالفنا العراقية. هواية ناس من تالي وقت ينتقدون كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. انت شلون تنشر اشيائك الخاصة، حياتك، عائلتك، ابنائك، مناسباتك، من هالسوالف. تعالوا خلي احكي لكم فد شغلة، خصوصا هاي مال جيل الطيبين، هاي مال ايام قبل. تتذكرون الحفاثة خصوصا بالمناطق الشعبية اللي هي بعدين قاموا يسموها ام الصالون، كوافير. تتذكرون من كان نسوان الطرف، نسوان المنطقة، لو هم يروحون عدها، لو هي تروح للبيوت حتى تحفل النسوان، شايفيهم من تقعد وتتربع بحضن المرأة وتقعد المرأة تشكيلها: هيك رجلي سوى بيه، هيك عمي، هيك عمتي، هيك كنتي، هيك ابني. تطلع الأسرار مال الدنيا كلها. وبعدين ناس يقدموا لها أكل، ناس يقدموا لها شاي، ناس يقدموا لها حامض. وهاي شو تسوي هي؟ خوب ما تقصر الخيط بحلقها وتفتر بالطرف كله، وبيت فلان هيجي، بس هذا الحكي بيناتنا ما نقول لحد، وبيت فلانتان هالشكل، وتنطش السالفة. ولا أقوى انترنت ومواقع تواصل اجتماعي راح تنقل الخبر بالتفاصيل. فأنتوا رحموا عنا وهيدي ولا تنتقدون كل واحد يريد ينشر، هو كله براحته وكله على مزاجه. والسلام عليكم ورحمة الله.